اول ما الطفل بتاعنا بيتعلم الحروف ويخلصها بنبدأ نعلمه حاجتين مهمين جدا. اول حاجة بنعلمه الاصوات والحركات عشان يعرف يقرأ. الحاجة التانية بنبدأ نعلمه اشكال الحروف عشان يعرف يكتب، وبنبدأ نديله الحرف اول ووسط واخر الكلمة. تمام كده. طبعا عشان عندنا اكتر من شكل لكل حرف و28 حرف، فالموضوع بيكون دوشة كتير قوي في دماغ الطفل، وبيجي عليه يعني قبل ما يوصل نص الحروف تلاقيه دخل كله في بعضه، ومش عارف يميز ايه اللي اول وايه اللي وسط وايه اللي اخر مهما حاولتي تدربيه على الموضوع. عشان كده جبتلك النهارده فكرة شغالين بيها هتشكريني عليها. اول حاجة بنعملها اننا بنبدأ نعلمه اشكال الحروف اول الكلمة فقط، ما تعمليش اكتر من كده. تمام. وهقولك ازاي هيتعلم الاشكال الباقية بمنتهى السهولة ومن غير اي معاناة لا ليكي ولا للطفل. يبقى اتفقنا هنعلمه ايه؟ اشكال الحروف اول الكلمة من الالف لغاية الياء. بعد ما يتعلمهم كويس هنبدأ نعمل ايه؟ هنبدأ نديله التدريب المهم ده. التدريب ده هيعلمه بشكل عملي بالممارسة اشكال الحروف اول ووسط الكلمة من غير الدوشة الكتير اللي هنعملها والحروف الكتيرة اللي هنكتبها والاشكال الكتير اللي هنديها. وفكرته بسيطة جدا زي ما احنا شايفين. ببدأ اديله الكلمة واديله الحروف بتاعتها سليمة بالشكل ده، ق ص د، واطلب منه دلوقتي انا علمته ازاي الحرف بيفتح ايده، اننا نشبك الكلمة دي، بنقول له كل حرف بيفتح ايده عشان يمسك في اللي بعده. تمام كده. ونبدأ دلوقتي مع بعض نقول له يلا القاف هتفتح ايديها بالشكل ده، ودلوقتي الدور على مين؟ على الصاد. وتعلمنا لما بتفتح ايديها عندها سنة وبعد السنة بتفتح ايد. تمام كده. واخر حاجة عندنا الدال، وخلاص كده مفيش حاجة بعديها. بالشكل ده اتعلم الثلاث اشكال بمنتهى البساطة. طبعا مع التكرار بتلاقي الطفل اتدرب على كل اشكال الحروف بمنتهى البساطة. تعالي كده نشوف كلمة كمان. يلا باء، نفتح ايد الباء. اتعلمنا العين بتفتح ايديها ازاي، العين كده ها وعندها ايد. اخر حاجة فاء مفيش حاجة جاية بعديها، يبقى خلاص هتقفل ايديها. باع ثاء. كل حصة بنديله او بندربه على 4 أو 5 أو 3 كلمات اقل حاجة بالشكل ده كده وبالتدريب ده. عقبال ما بنخلص الحركات بيكون الطفل اتقن كل اشكال الحروف بمنتهى البساطة والسهولة. اتمنى الفكرة تكون عجبتكم ونتقابل ان شاء الله في فكرة جديدة.